الشاعر العراقي معروف الرصافي. هو شاعر يعني محكم الأسلوب، لكنه ليس شاعرا كبيرا، نعم. وأحيانا ما يدعو إلى إنصاف الفقراء والمساكين ويستنهض همم العرب وما إلى ذلك. ده من الناحية الشعرية. أنا نعم. قرأت بعض قصائده ليست رائعة، لكنه فوق المتوسط من ناحية الإيه؟ إحكام اللغة، ونقول إيه؟ الأغراض التي يرمي إليها حينما ينظم بعض قصائده. هل كان ملحدا كما سمعنا؟ سمعت من من؟ قرأت على النت يعني، على فيسبوك وكده. أنا لم أكن أتصور هذا، وإن كنت قد قرأت منذ سنوات غير قليلة أنه ألف كتابا في الهجوم على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. بس. لا أدري هل نزلته عندي أو لا، لكن لا أظن أنني قرأته. نعم. ربما قرأت المقدمة ولم أهتم يعني كثيرا، تصورا مني أن الكتاب ليس له. نعم. ثم طلب مني أحد أصدقائي أو تلامذتي على الفيسبوك، وهو عراقي نعم. كردي، وقال لي: ماذا لا تكتب كتابا عن هذا الكتاب؟ نعم. فقرأت الكتاب فوجدت فيه مصائب متلتلة. نعم. يتهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يعني حاول أن يرسم له في الكتاب صورة وكأنه حاول من الحواة، ضحك على العرب نعم. ولم ينزل عليه وحي ولا ما إلى ذلك. وفي البداية مجد النبي عليه الصلاة والسلام وأوهمك بأنه يحب يجله يعني. ولكن كلما أوغلت في الكتاب وجدت تفكيرا شيطانيا من زوايا لا تخطر على بال إبليس نفسه. فأنا رددت عليه بكتاب كبير، يعني نحو 700 صفحة، نعم. على في حجم كتابه تقريبا، ولم أترك شاردة ولا وردة ولا صغيرة ولا كبيرة في كتابه إلا بينت أنها لا تصلح، قائمة على إيه؟ على أساس مش من الرمال، من الرمال المتحركة. نعم. نعم. الشاعر والأديب